وسعد أحمد وهيردي سامد وكوسر. أمامهم فرانكو، والأربعة الأمام اللي هم أقام هاشم ورابا يوسف وسفين منصور وشركو على جهة اليسار وياسين سامية الهداف للفريق اللي هو اللاعب السوري في المقدمة. طيب كابتن سامي، بالنسبة لتشكيلة فريق الصناعة والمدرب صادق حنون لهذه المباراة كيف سيلعب؟ التشكيل راح يكون يعني حسب ما وصلنا، وطريقة اللعب 4-2-3-1. حيدر محمد بالجول، حيدر صبحي مدافع يمين، بقلبي الدفاع اللي هم اوميجو واسماعيل مالك، وعلى اليسار ماجد جواد. بالارتكاز راح يكون منتظر عبد السادة، كنان عادل، امامهم مصطفى راضي، سيف خالد، وثير صالح طرف، وللامام المهاجم الصريح كرار علي. كابتن احمد، المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، برأيك من سيبادر في شوط المباراة الأول؟ أكيد واضحة من التشكيلتين أنه نعم. أربيل راح يهاجم والصناعة راح يعتمد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، لكن أعتقد أنه أربيل راح يبادر بالتسجيل في الشوط الأول. كابتن سامي؟ نعم، مثل ما تكلم الكابتن احمد، يعني المباراه في ملعب اربيل، فاربيل ايضا يعني راح يسعى ان يبادر للهجوم. نعم، لانه جمهور الارض في صالحه. الصناعه يعتمد على التحولات السريعه، التنظيم بالدفاع والتحول السريع، على عسى ان يعني يحصل له نقطه من هذه المباراه، اشوفها مكسب لان خارج ارضه ملعب اربيل. المميز علاء هيكل، شكرا لك ولضيوفك الكرام. أحبتي متابعي العراقية الرياضية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي وعشاق دورينا، المحطة 33 من قطار دورينا، الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم موسم 21-22. أربيل طبعا صاحب الأرض والضيافة، صاحب المركز 12 يضيف الصناعة صاحب المركز 15 في مباراة عنوانها الأبرز الهروب من الهبوط. يعني 3 نقاط مهمة للفريقين، الظروف متشابهة للفريقين، الانتصارات غائبة عن الفريقين منذ فترة طويلة. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم الدولي، الحكم طبعا زيد الثامر، يساعد أحمد صباح علي إسماعيل محمد نزاد كحكم رابع. طبعا ملعب الشهيد فرانسوا حريري في أربيل هو من يستضيف هذا اللقاء. قراءة سورة الفاتحة. طبعا ترحما على شهداء العراق، وبالتالي بداية اللقاء. إذن الجريحان من الجولة الماضية، أربيل خسر من القوى الجوية بهدف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة، والصناعة خسر من الكهرباء بهدف. فريقين يحاولون طبعا الحصول على النقاط الثلاث، وربما أيضا ترحما على عضو الاتحاد العراقي السابق رحمه الله السيد محمد جواد الصائغ، تغمد الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن بداية اللقاء أربيل مع الصناعة في مباراة مهمة بصافرة الحكم الدولي زيد ثامر. زيد ثامر صاحب 32 سنة، دولي منذ 2016، يطلق صافرته. بداية لقاء أربيل بالأصفر والأسود، على يسارك الصناعة من اليمين بالأزرق. مباراة لحساب الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم موسم 21-22. ملعب فرانسوا حريري في أربيل هو الذي يستضيف هذا اللقاء. أثير قريب، صالح تسديدة وإلى ركلة مرمى. كرة اللعب وتسديدة، حاول اللاعب فرانكو. 0-2. لاحظ عملية التسديد ما كانت بالشكل الجيد، وبالتالي بهذه الطريقة القطع هذه المرة من حيدر صبحي،
راجعة بالخطأ. عملية تمرير ابن فرانكو تصل لشيركو، خذوهات، فكرتها جميلة وخطيرة، الكرة داخل منطقة الجزاء، بلنتي، ركلة جزاء لأربيل، والبطاقة هذه المرة على حيدر صبحي. ركلة جزاء لأربيل بالدقيقة 19 وياسين سامية أو شيركو. حيدر صبحي والبطاقة الصفراء. زيد ثامر لا يتردد باحتساب ركلة الجزاء. شيركو يعني من شهر شباط ما مسجل، صائم. هل سيفطر على مائدة الصناعة؟ لاحظ اللقطة، ياسين والإعاقة، ركلة جزاء. وشوف التدخل من حيدر، ويعني بالتالي زيد تامر. ركلة جزاء شيركو مع حيدر محمد. ركلة جزاء شيركو. جماهير أربيل وشيركو. شيركو كريم لأربيل، يتقدم وجول لأربيل. شيركو كريم في المكان السليم، وهدف لأولير، هدف لأولير، هو رقمه 7 وسجل هدف السابع بالدوري. لاحظ شيركو، حيدر في زاوية، وشيركو كريم بأول أهدافه في المباراة وهدف السابع في دورينا لغاية الآن. لاعب نادي الشرطة السابق واحترف طبعا في زيورخ السويسري. هي مباراة ل3 نقاط في مباراة المرحلة الأولى 2-0. ابعاد من ياسين، التسديدة وخطيرة خطيرة للصناعة، أثير صالح، لكن برافو لحسنين محمد. المتابعة كانت أيضا من كرار، وركنية أخرى بدأ الصناعة يهدد. لاحظ اليسارية القوية، يعني ارتدت من المدافع، لكن حارس المرمى كان مركز. حسنين محمد يبعد كرة خطيرة. وبعد ذلك طبعا التدخل، عملية التمرير إلى روا. روا من هناك لأكام، انطلاقة من أكام، خطير بالجهة اليسرى، ثاني، ضاعت. لاحظ أكام، شوف الانطلاقة، حركة واحدة كسر الدفاع، وسفين منصور أضاع الفرصة الأثنى. مميز أكام هاشم بهذا الشوط. صافرة الحكم الدولي زيد ثامر طبعا حاضرة، وزيد ثامر حكمنا الدولي صاحب 32 سنة، دولي 2016، يطلق صافرته لبداية شوط المباراة الثاني. بينما السيد نزار محروس مدرب فريق أربيل، وأربيل ضاعت، خطيرة وضاعت على أربيل. حسنين محمد، الله، شوف حركة اللعب من سفين، لا وجود للتسلل، أضح وتألق من حيدر محمد، ارتدت، لكن أكام لعبها محاولة من فرانكو، عملية التمرير وضاعت أيضا. لاحظ الكرة، لا وجود للتسلل، وبالتالي سفين منصور وتألق من حيدر محمد. كرة من جهة اليمين بساحة لعب فريق نادي أربيل، عملية تمرير، استقبال ممتاز، حيدر حسين يحاول التسديد، حيدر، ركلة جزاء للصناعة، حيدر حسين، ولمس الكرة باليد، تقد على السوري. 6 أهداف لحيدر. ولاحظ اللقطة الماضية ولبس الكرة باليد.
حيدر يتقدم للصناعة، تلعب وهدف للصناعة، هدف التعديل عن طريق حيدر حسين يعدل للصناعة بالدقيقة 65 من عمر المباراة، أيضا من ركلة جزاء. الصناعة يعدل عن طريق البديل حيدر حسين من ركلة جزاء بمرمى فريق نادي أربيل. هدف للصناعة. لاحظ حاول حسنين لكن الكرة كانت قوية ويعني دخلت الشباك، بالتالي حيدر حسين يعدل للصناعة ويصل إلى هدف السابع أيضا. محاولة الآن إلى فرانكو، يلعبها لي هيردي وتسديدة إلى ركلة. لاحظ كسرت باليسار لكن مرت إلى خارج 20 هدف. عملية تمرير ياسين قريب، حصل الكرة خطيرة خطيرة لسفين لكن بعيدة من سفين منصور. لاحظ التمريرة الممتازة كانت من ياسين سامية. ستكون بعد هذه المباراة وغدا أيضا مباريات عديدة. الانطلاق الآن أكام هاشم، خطيرة خطيرة أكام وبالعارضة راجع الكرة ثاني 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 منصور، سفين منصور، متابعة ممتازة وثاني لأربيل عن طريق سفين منصور. الكرة ارتدت من العارضة، هولير بثاني الأهداف في مرمى الصناعة عن طريق سفين منصور بمتابعة ممتازة. ربما تعرض إلى إصابة، أعتقد ما راح يكمل. حسنين محمد حارس مرمى نادي أربيل، لكن شوف المتابعة هنا. الانطلاقة من أكام ارتدت من العارضة لكن الله حركة لعب ممتازة على طريقة يعني لؤي صلاح وطارق عبد الرحمن وأمجد راضي، أبرز المهاجمين اللي كانوا يسجلون بهذه الطريقة، وضيف لهم أحمد صلاح. ثاني لهولير، ثاني لأربيل. الشوط الثاني أداء الصناعة يعني أفضل من شوط المباراة الأول. علاوي قريبة جدا للصناعة، حيدر حسين تسديدة لكن حسنين محمد السوري اللي أمامنا قرمان اشترك، بينما 5 تغييرات لصادق شيركو كريم قرمان وراحت الكرة. قطع للكرة فرانكو، تابع الكرة توغولي، قد تكون الكرة الأخيرة بالمباراة. حيدر قرمان عيدها. إذن صافرة الحكم الدولي زيد تامر تنهي أحداث هذا اللقاء. أربيل بهدفين طبعا على فريق الصناعة. أهداف أربيل طبعا سجلت عن طريق شيركو كريم وسفين منصور، بينما الهدف الوحيد للصناعة كان عن طريق حيدر حسين. مبروك لأربيل، هارد لك لفريق نادي الصناعة.